السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هننزل العاصمه الاداريه الجديده، هنتابع اخر التطورات اللي حصلت فيها، سواء من المشاريع الحكوميه والحاجات اللي شغاله تنفيذات او من القطاع الخاص، يعني سواء بقى سكني، اداري، تجاري. هناخد راوند كده طويله شويه، هنشوف كل اللي حصل في العاصمه الاداريه الجديده في خلال الفتره اللي فاتت. طبعا احنا كده عند ميدان الكاتدرائيه اللي هو ميدان طلعت مصطفى. لو دخلنا شمال هنقدر نوصل للحي الحكومي وفندق الماسا والداون تاون. لو دخلنا يمين هندخل للاحياء السكنيه اللي هو الار 7، واللي في الوش دي الكاتدرائيه. برضو من اول المعالم اللي خلصت وكانت جاهزه في العاصمه الاداريه الجديده. احنا هندخل يمين عشان نكون موجودين في الحي السكني، ونقدر نشوف اخر التحديثات. الخط اللي فوقينا ده الخط الكهربائي اللي جاي من العاشر من السلام والعبور، وبيوصل لغايه العاصمه الاداريه الجديده. برضو خلص نسبه انشاءات فيه، تقريبا الخط كله خلص، وشغالين دلوقتي في المحطات بتاعته. يعني سواء المحطات اللي ورا ناحيه الداون تاون او المحطات اللي قدام زي اللي قصادنا دي كده، اللي هتكون موجوده في الار 7. الار 7 الحي السكني يعتبر اول حي سكني نزل في العاصمه الاداريه الجديده، واتطرح للقطاع الخاص ان يكون فيه كومباوندز ويكون فيه شقق بتتباع للناس. وكان من الاحياء اللي هو نزل فيها شركات كتيره وشركات اسماء كبيره يعني. هندخل نشوف حجم الانشاءات والشركات دي كانت ملتزمه ولا لا، لان برضو من الحاجات اللي بقت بتتقال كتير عن العاصمه، غير ان هي اتاخرت في التشغيل، ان الشركات فلست والشركات ما بنتش والشركات عندها مشاكل. فالموضوع ده يعني بيتقال في جزء منه صح وفي جزء كبير منه غلط. في شركات عندها مشاكل طبعا، لان العاصمه في الاخر زيها زي اي مدينه تانية موجوده في مصر. في مطورين محترمين بيدخلوا وبينفذوا، وفي مطورين تانيين لا، مستواهم ضعيف وما بينفذوش على احسن مستوى. فده موجود وده موجود، بس النسبه الاكبر المطورين الكويسين واللي خلصوا. يعني دي النسبة اللي هنلاقيها غالبة أكتر. هنلاقي إن الناس بنت، الناس خلصت إنشاءات. وطبعا من أوائل المطورين اللي نزلوا وحتى خلصوا شغلهم هو بيتر هوم. يعني إحنا على الشمال ده كده كومباوند بيتر هوم، أول كومباوند نزل. ميد تاون فيلا نزل، وكان الفيلات فيه كلها تاون هاوس وتوين هاوس وستاند الون، وخلصوا نسبة إنشاءات كبيرة جدا. الكومباوند يعتبر خلص بنسبة 100%. فاحنا ده كده المول بتاع كومباوند ميد تاون فيلا تبع بيتر هوم. زي ما احنا شايفين المول خلص انشاءات بالكامل، الكومباوند من جوه خلص انشاءات بالكامل. فلا، دي من الشركات اللي ملتزمه وخلصت انشاءاتها وبنت. فزي ما كنت بقول، في شركات محترمه كتير وفي شركات تانية ضعيفه، هي دخلت ودارت الموضوع غلط. يعني كسبت من المشروع وعملت فلوس وعملت حجم مبيعات كويس، بس ما قدرتش تدير حجم التنفيذ والتشغيل جوه الكومباوند او جوه المشروع اللي هي كانت واخداه. فهو ده اللي عمل عندها الدروب والمشكله. زي ما كنت بقول، في شركات محترمه وعندها مستوى تنفيذ كويس، زي مثلا بيتر هوم ده اكبر مثال على ده. شركه الصفوه، شركه مصر ايطاليا، شركه جيتس. في شركات كتير لو فضلنا نعد فيهم هنلاقي شركات محترمه وملتزمه وماشيه في الجدول الزمني بتاعها كويس جدا. وفي شركات تانية ممكن يبقى عندها مشاكل، طبعا ده في شركات عندها مشاكل. فمش معنى كده ولا ان العاصمه امان 100%، ولا ان العاصمه كلها وحشه والعاصمه كلها عندها مشاكل. احنا بس لازم نختار الشركه كويس جدا، ونختار سمعه الشركه ومستواها. نشوف الشركه ليها سابقه اعمال ولا ملهاش، حجم التنفيذ اللي هي عملته قبل كده او اللي هي شغاله فيه في المشروع الحالي بتاعها. وده كله هو اللي هيقول لي الشركه دي كويسه فادخل معاها، او الشركه لا مش كويسه فبلاش منها. يعني هو ده اللي انا دايما بنصح بيه اي حد، ان انت لازم تدور على الشركه اللي بتشتري منها، مش بس مشروع مميز وخلاص. فدي نقط مهمه جدا لازم ان احنا نركز عليها. احنا كده دخلنا منطقه المستثمرين. دي من المناطق المميزه جدا كمناطق سكني، اللي فيها بقى بيتر هوم، مصر ايطاليا، الصفوه، ام بي جي. فيها اسماء كبيره، الووتر واي، كلهم موجودين في المنطقه هنا. وكلهم خلصوا انشاءات بنسبه كبيره. يعني زي ما احنا شايفين، احنا هنبص يمين او شمال هنلاقي الكومباوندز السكنيه خلصانه، العمارات خلصانه، هيكل خرساني، متقفله طوب، شغالين في تشطيب الواجهات. فبالتالي المولات اللي قصاد الكومباوند خلصانه كابونه. فده كله يعرفني ان المنطقه لا خلاص قربت ان هي تشتغل، قربت ان هي تسكن. والموضوع محتاج بس شويه وقت، وهنقدر ان احنا نشوف حياه في المناطق السكنيه. احنا هندخل يمين عشان ندخل جوه الار 7 شويه، ونحاول نشوف باقي الكومباوندز الصغيره اللي كانت جوه، ونشوف برضو حجم التنفيذ وحجم الانشاءات، الطرق والتمهيد بتاعها والكلام ده كله.
لان ده هيفرق معانا طبعا. لو الكومباوند اتبنى بس مفيش خدمات او مفيش طرق، طبيعي مش هينفع الناس ان هي تيجي تسكن. فعشان كده هنلاقي ان يعني واحنا ماشيين واحنا نازلين بالصدفه هتلاقي ان الدوله شغاله في الرصف وشغاله في السفلته بتاعت الطرق جوه المناطق السكنيه، ان هي خلاص بتجهز للناس ان هو الكومباوند هيتسلم، الناس تشطب الشقق ويبدا الناس ان هي تسكن في المكان. احنا كده خرجنا من منطقه المستثمرين وبقينا موجودين اللي في وشنا على طول دي منطقه الار 7. ده مبنى تعليمي تقريبا جامعه او مدرسه، يعني مش متحدد المبنى ايه، او انا مش عارف بصراحه المبنى تبع ايه. اللي قصادنا على طول ده مول تجاري تبع شركه دبي، اللي هو مول كابيتال دبي، من المولات برضو اللي خلصت في منطقه الار 7 وخلاص جاهزه على التشغيل. يعني خلصوا جزء كبير من التشطيبات بتاعه المبنى، والمفروض ان هم بس المنطقه تخلص والمرافق ويقدر المول ان هو يشتغل ان شاء الله. ودي كده الشارع ده اللي عليه محور السفارات، اللي بيوصل من اول المحور المركزي يدخلني لغايه السفارات على طول. وكل اللي في ظهر المول ده الجزء السكني بقى بتاع الار 7 بالكومباوندز كلها. هنلاقي في ورا في مدرسه هنحاول ان احنا نصورها برضو. احنا كده مكملين زي ما احنا على شارع السفارات اللي على الشمال ده، زي ما قلنا مول كابيتال دبي. بيخلصوا التشطيبات الخارجيه بتاعته، خلاص تركيب الازاز والكلام ده. يعني بنتكلم في خلال شهور قليله قوي ونلاقي المول ان هو جاهز للتشغيل، مجرد ما المرافق والمنطقه اشتغلت، لان برضو هيبقى صعب ان المول يشتغل وهي لسه المنطقه فيها انشاءات بحجم كبير. بعده على طول هو كومباوند تبع شركه اكام، سيناريو، من الكومباوندز المحترمه جدا برضه. كومباوند كويس، خلصوا انشاءات، شكل العمارات طالع تيبيكال اللي هم كانوا عاملينه في ال 3 دي بتاعهم، من الشركات الممتازه اللي خلصت انشاءات بحجم كبير وملتزمه بالجدول الزمني بتاعها. يعني فده زي ما بقول وباكد عليه وهاكد عليه كذا مره، ده لو دل على حاجه يدل ان هو يعني شركات كتير نزلت وباعت وخلصت وبنت بشكل محترم. فدي حاجه تطمني ان في ناس كويسه في العاصمه، في ناس محترمه كتير في العاصمه. هي بس الفكره ان انا اختار صح، اشوف مين المطور اللي ممكن يبقى كويس وفعلا عنده مشروع محترم وهيلتزم معايا واقدر ان انا اروح له. كومباوند سيناريو اللي موجود على يمين على طول ده خلاص خلص انشاءات بنسبه اكتر من 90%. مكملين زي ما احنا دخلنا كده منطقه الار 7 من جوه، هنلاقي على الشمال في لندن كوليدج، دي جامعه انجليزيه، دي خلصانه برضو، المفروض ان هم هيبداوا في التشغيل. فهنلاقي طول ما احنا ماشيين خلاص، يعني حتى تمهيد الطرق زي ما احنا شايفين كده. السفلته دي جديده، انا كنت على طول بنزل، وفي الفيديوز القديمه اللي كانت موجوده على القناه عندي هتلاقي ان الطرق دي كلها كانت بتبقى طرق رمليه، طرق مش ممهده، الكومباوندز ما كانتش خلصانه بالشكل ده. فالموضوع لا، الموضوع خلص بشكل فعلا محترم جدا. هنلاقي على الشمال ده كومباوند بورد ووك، من الكومباوندز المحترمه جدا ومن الشركات الكويسه اللي مخلصه انشاءات، مخلصه تشطيب العمارات، في جزء فيلات في جزء عمارات، الاثنين خلصانين. فالموضوع لا، في نسبه انشاءات فعلا محترمه. اللي هو تقول لنا احنا بنتكلم في الار 7 كده تقريبا لو هناخد شويه وقت طويل 2 ونقدر ان احنا نسكن في المنطقه، مع شغل التمهيد وشغل التشجير اللي هيكون حصل وخلص فيها. على اليمين ده كومباوند ستاو اللي تبع جمعيه الازهر، وده برضو خلصان انشاءات وبس متوقفين على اللاندسكيب والتشجير الداخلي للكومباوند ان هم يكونوا خلصوا. هنكمل جوه الار 7 ونحاول نشوف باقي المشاريع اللي موجوده. احنا كده لسه مكملين الجوله في منطقه الار 7، لسه جوه المنطقه بنشوف الكومباوندز اللي موجوده. على يميننا ده كده كومباوند ذا سيتي فالي تبع شركه اي جي ماستر، برضو من اوائل الشركات اللي نزلت. يعني خليك بس نفرق ما بين ماستر واي جي ماستر. دي اي جي ماستر خلصوا برضو انشاءات بنسبه كبيره جدا، الفيلات خلصت، العمارات خلصت بشكل كبير، تقريبا اكتر من 60-70% من الانشاءات. هم شويه متاخرين، يعني كان طبعا المفروض ان هم يبقوا خلصوا حجم شغل اعلى من كده، بس هم حصل شويه مشاكل عندهم وحاولوا يتجاوزوا الموضوع ويحلوا المشاكل دي، وفعلا بنوا وخلصوا انشاءات بنسبه كويسه، وبقوا دلوقتي بيلحقوا الجدول الزمني اللي هم اتاخروا فيه. فدي حاجه برضو تطمني ان رغم الشركه اللي حصل عندها مشاكل رجعت بنت ونفذت وبتلحق الجدول الزمني بتاعها. احنا لسه مكملين جوه الار 7. ده المحور اللي احنا عليه ده محور الجامعات
لان هو بيبدا بالجامعه الانجليزيه، وقدام في الاخر كده الجامعه الروسيه، وموجود عليه الجامعه السويديه. هنكمل، خلصنا اي جي ماستر، هندخل على كومباوند ذا سيتي اللي هو تبع ماستر جروب بقى. هما الاثنين كانوا شركه واحده وانفصلوا، وكل اونر خد كومباوند من الاثنين. برضه ماستر شغالين انشاءات شويه متاخرين، بس برضه يعني لا، بيحاولوا ينجزوا، بيحاولوا ان هم يخلصوا الانشاءات ويعوضوا التاخير اللي حصل منهم. عمارات كتير خلصت وشطبوا الواجهات بتاعتها. في عمارات لسه بيبنوها وبيخلصوا الهيكل بتاعها وتقفيلات الطرق، فبرضه نقدر نقول ان هو بيتفادى الاخطاء اللي وقع فيها، والمفروض ان هو ماشي دلوقتي على خطوات ثابته، خطوات كويسه ان شاء الله. هنكمل في الار 7، وزي ما احنا شايفين السفلته بتاعت الطرق دي جديده، العمارات اللي خلصت كومباوندات كتير بدا الواجهات بتاعتها تظهر، بدا التشطيبات الخارجيه بتاعتها تظهر. في اللي شغال في اللاندسكيب، في اللي قفل طوب وخلاص هيشطب، في اللي خلص تشطيبات الواجهات زي الكومباوند اللي على شمالنا. نكمل زي ما احنا هنلاقي ان كل ما بندخل لجوه لا السفلته مكمله معانا، الشغل من الشركات ظاهر وموجود، وشركات كتير خلصت بنسبه كبيره جدا في الانشاءات بتاعتها. دلوقتي على يميننا ده كومباوند سيرانو تبع شركه نيو بلان، من الشركات الممتازه جدا، يعني يعتبر من اوائل الشركات اللي نزلت في العاصمه بكومباوند سكني، وخلصوا انشاءات بنسبه كبيره وبيشطبوا الواجهات، يعني ممكن نقول خلصوا نسبه 90% من الانشاءات في الكومباوند. فده زي ما قلت وباكد يدل ان لا، في شركات كتير جدا محترمه، شركات خلصت شغلها وماشيه على الجدول الزمني بشكل كويس جدا يعني. احنا طبعا عشان نلحق نشوف باقي المناطق في العاصمه الاداريه الجديده، فالار 7 هنبقى نخلي لها جوله لوحدها، وهنتحرك دلوقتي نطلع بره تاني ونشوف منطقه الحي الحكومي ومنطقه الداون تاون، عشان نشوف برضو الشغل والانشاءات هناك وضعها ايه. احنا كده يعتبر خارجين من منطقه الار 7، هنطلع على المحور المركزي، هنلاقي على اليمين ده كومباوند ستاو تبع جمعيه الازهر، برضه مخلصين انشاءات بنسبه كويسه، نقدر نقول 70-80% من الكومباوند خلصان انشاءات، وعندهم حاجات شبه استلامات فوري. وفي بعض العمارات اللي لسه طبعا ما خلصتش او بيخلصوا تشطيب الواجهات بتاعتها والشغل، ورغم كده هم شغالين فيها. على الشمال هو كومباوند سين 7 تبع شركه اكام، برضو الكومباوند خلصان انشاءات كله كعمارات، وهيشتغلوا في تشطيب الواجهات وفي اللاندسكيب. هنكمل على الشارع زي ما احنا عشان نطلع على المحور المركزي هيبقى قصادنا. طبعا الشارع ده بيطلعنا في وشنا على طول، بتبقى مدينه المعارض الاكسبو سيتي. على الشمال كده هنلاقي الكومباوند تبع شركه اكام اتيكا، برضو من الكومباوندز المحترمه جدا اللي نازله بقالها شويه وخلصوا فيه انشاءات ممكن نقول تتخطى 60% انشاءات. فهم برضو ملتزمين بالجدول الزمني وماشيين على خطوات كويسه جدا. ونيو بلان من الشركات المحترمه جدا اللي موجوده في الماركت. احنا كده طلعنا بره